خلينا نتفق بسرعة إن القصة دي للكبار فقط، وبلاش الناس اللي قلبها ضعيف. الراجل اللي في الصورة قدامك ده اسمه إدوارد سيدور جين، واحد من أشهر السفاحين على مستوى العالم. قتل ناس كتير على مدار حياته، وعمل فيهم حاجات بشعة جدا بعد موتهم. اللي بيعرف الحاجات دي مش بيقدر ينساها أبدا، وده لأنها بتعلم في الذاكرة من هول الجرائم بتاعته. لقبوه بالغول في مدينة بلينفيلد، وصنع التذكارات والتحف من جلود وعظام البشر، وكان السبب في موت واحد من المحققين بالسكتة القلبية، وزين عمدان السرير بتاعه بجماجم الضحايا. وتربى على نظرية غريبة اسمها الفجول الفطري للعالم. كان يروح المقابر الساعة 2 بالليل علشان يخرج الجثث من المدافن وياخدها معاه البيت. خطف ناس كتير في المزرعة عنده، وهناك قتلها وقام بسلخها وأكل من لحوم الضحايا. واشتهر كمان باسم جزار أمريكا. عملوا على قصة حياته أكتر من 8 أفلام رعب، واستمر في عالم الجريمة أكتر من 22 سنة. وأخيرا لما الشرطة قدرت تحدد هويته وقبضت عليه وتحول للمحاكمة، كل القضاء أثبتوا إن هو مدان من الدرجة الأولى في جرائم القتل. ومع ذلك أخد براءة وكمل حياته للنهاية، لحد ما زي ما بنقول كده مات موتة ربنا على سن 78 سنة. إدوارد كان محبوب من كل الناس اللي حواليه، ومحدش كان بيشك فيه أبدا. ولما اكتشفوا حقيقته وعرفوا إن هو السفاح المجهول ورا كل اللي بيحصل، برضه استمروا في الحب ده حتى بعد حياته. وظهرت أغاني باسمه كانت بتمدح فيه، ولا اللي كأنه بطل أسطوري. واحد من المعجبين بيه كان سرق الحجر التذكاري اللي موجود على المقبرة بتاعته علشان يحتفظ بيه كذكرى من إدوارد. كفاية أوي كده مقدمة، وتعالى نختصر الحكاية ونعرف هل هو فعلا يستحق البراءة ومحبة الناس ليه ولا لأ. تابع معايا للنهاية وما تنساش الدعم. في مقاطعة لاكروس التابعة لولاية ويسكونسن الأمريكية، اتولد إدوارد سيدور جين، وتحديدا في 27 أغسطس سنة 1906. كان ليه أخ وحيد اسمه هنري، وأبوه هو السيد جورج فليبين، وأمه هي السيدة أوجستا والملهاين. وخد بالك إن أمه ديت هي السبب الرئيسي بنسبة 150% في كل اللي حصل له، أو السبب اللي وصله لكده. الأم كان في مشاكل ليل ونهار مع الأب، والسبب إن هو بيشرب كحول ومش بيحتفظ بوظيفة لوقت معين. اشتغل عامل دباغة ونجار في الأراضي الزراعية، وفي النهاية شارك واحد على محل، وبعد فترة كان فض الشراكة اللي ما بينهم. أيا كانت مساوئ الأب، بس في الآخر كان بيساهم في المصاريف واحتياجات الأسرة. بالرغم إن إدوارد كان متعلق بأمه جدا، إلا إنه برضه كان بيحب أبوه زيها بالظبط. وعلشان كده كان بيزعل وهو طفل صغير لما كان بيشوفهم بيعملوا مشاكل قدام عينه، ودي أول حاجة كانت أثرت في حياته بالسلب فيما بعد. السيدة أوجستا كانت بتحب ولادها الاتنين لدرجة الجنون حرفيا، وخايفة عليهم من كل الناس اللي في المجتمع، وكانت قلقانة ربما حد فيهم يتخطف. ساعتها قررت إنها تمنع ولادها إنهم ينزلوا الشارع، ومفيش خروج من البيت حتى لو هيلعبوا مع أطفال الجيران. وافتكرت إن هي كده بتحميهم من الشارع والحاجات اللي ممكن يتعلموها بره البيت، زي الألفاظ المسيئة أو التنمر وغيرها. طبعا حبسة الأطفال الشديدة جوه المنزل وإنهم مش بيشوفوا الناس اللي في المجتمع بشكل مستمر كانت سببت لهم زي حالة من الاكتئاب الحاد. ودي تاني نقطة كانت أثرت في حياته بالسلب أكتر من الأول. الأم بدل ما تعالج الموضوع ده، كانت فكرت في حل أسوأ من اللي قبله. ساعتها قررت تبيع البيت وراحت اشترت مزرعة في مقاطعة بلينفيلد، في مكان معزول جدا جدا من البشر. وبدماغها إن الأولاد لما هيزهقوا من قعدة البيت هينزلوا يلعبوا مع نفسهم في المزرعة اللي حواليه. وقال يعني هي كده بتحل الموضوع وبتخليهم يغيروا جو. تخيل انت ان طفل او حد كبير حتى لو بيبص من الشباك ويلاقي مساحات خضراء ملهاش اول من اخر حوالين البيت، ولا هو يعني بيشوف بيوت او بني ادمين ولا حتى الحيوانات، الموضوع هيكون اشبه بالسجن اللي شكله جميل. طبعا الظروف المادية للأسرة كانت على قد حالها، لكن الأم اشترت المساحة المهولة دي بنفس تمن البيت اللي باعته. ودي زي ما قلنا إن المنطقة كانت معزولة جدا، وسعر المتر يعني فيها رخيص. المهم بسبب الكلام اللي فات ده كله، بدأ إدوارد يظهر عليه أعراض للمرض النفسي، لكن الحالة كانت في بدايتها. السيدة أوجستا استمرت على منهجها في موضوع العزلة، وما اهتمتش بحالة الأولاد النفسية أبدا. إدوارد لما وصل لسن المدرسة بقى خايف يتكلم مع الناس، وحاسس من جواه إن الكل بيكرهه، وإن هو لو اتكلم مع حد اللي قدامه هيتنمر عليه وهيتريق على كلامه. كلها تهيؤات كانت بتيجي في دماغه من غير أي سبب. إدوارد كان بيحاول يتغلب على المرض النفسي وكل المخاوف والأفكار اللي جواه، وكان بيقلد الأطفال اللي من سنه ويروح يتصاحب عليهم ويكون صداقات جديدة معاهم. لكن لما كان بيحكي الكلام ده لوالدته وهو فرحان جدا إن بقاله يعني أصحاب في المدرسة، اتفاجئ إن هي بتضربه وبتكرهه فيهم.
وبتقوله إن الأولاد دول سيئين ولازم تبعد عنهم وتخليك في حالك، لأنهم هيأذوك وهيعلموك الشر وهيدمروا لك حياتك. ساعتها كان يفضل يعيط ويقول لها حاضر ويسمع كلامها علشان ما تزعلش منه. ولما كان يغلط ويصاحب حد جديد وينسى ويقول لها، كانت تعمل فيه نفس الكلام اللي فات، لحد ما وصل لمرحلة إنه ما يتكلمش مع حد نهائي ولا يصاحب زمايله في المدرسة أبدا. وبقى فاهم إن هو بيروح المدرسة من أجل إنه يتعلم فقط، وآخره من البيت للمدرسة والعكس مش أكتر من كده. بعد فترة بدأ يلاحظ المدرسين حاجات غريبة ظهرت على شخصية إدوارد، زي مثلا بيتكلم كتير مع نفسه في الحصة، أوقات يصرخ بشكل هستيري كأن في حد بيعذبه، وأكتر حاجة كان يفضل ساكت، ومرة واحدة كده يفضل يضحك بصوت عالي جدا كأن في حد قال له نكتة في دماغه والنكتة دي عجبته، وكله ده من غير ما يكون في حد قاعد جنبه أصلا أو قريب منه. وبرضه السيدة أوجوستا ما كانتش اهتمت بالمرحلة اللي وصلها إدوارد. نسيت أقولك حاجة مهمة عن شخصية الأم. باختصار كان عندها هوس ديني، وشايفة إن جميع نساء العالم منحلة باستثنائها هي وبس. وكانت دايما تقول الكلام ده لأولادها لما يقعدوا على السفرة علشان يتغدوا، وعلى طول مفهماهم إن كل الستات اللي في العالم مش كويسة، وإن هم شياطين ماشية على الأرض، وإن أمهم هي الست الوحيدة الفاضلة في الكون كله. وعلشان كده إدوارد لما كبر بقى أشهر سفاح للنساء على مستوى العالم. وهي دي نظرية الفجول الفطرية للعالم اللي قلتلك اتربى عليها في أول الفيديو. طبعا التربية ديت كانت بتزود الشق السلبي جواه. تخيل ان ادوارد واخوه امهم كانت مخصصة لهم كل يوم ساعة علشان تقرا لهم الكتب اللي بتحكي عن الموت والقتل والعقاب الالهي، وكل ده من اجل ان هي توعظهم وتخليهم يعني اشخاص اسوياء في المجتمع. ما كانتش تعرف ان اللي هي بتعمله ده هيجيب نتيجة عكسية. بالرغم من كل اللي عملته الام معاهم، الا ان ادوارد كان بيحبها جدا لدرجة بتفوق الحد الطبيعي، وكان بينسى الضرب بتاعها وكل افعالها معاه، وشاف إن هي مصدر الأمان والحنية ليه. أصبح شخص جبان بيخاف من خياله في الشارع، وما بيصدق يروح البيت علشان يقعد جنب والدته ويسمع كلامها. لما إدوارد وصل سن ال 34 سنة، وأخوه هنري كان أكبر منه ب5 سنين، يعني لو حسبتها هتلاقيها في سنة 1940. المهم يعني في السنة دي والدهم كان اتوفى بسبب قصور في القلب، والكلام ده كان نتيجة لإدمانه على شرب الكحول، واتبقوا هما التلاتة في المزرعة. ساعتها بدأت الحالة المادية تضيق على الأسرة، والأم مش لاقية أي مصاريف نهائي. ساعتها بس بدأت الحياة تجبرها إن هي تشغل ولادها الاتنين. هنري اتجه للشغل اللي فيه مشقة زي الرفع وتحميل البضايع وغيرها، لكن إدوارد كان بيخاف يحتك بالناس، وساعتها قرر إن هو يشتغل مربي أطفال، يعني تقدر تعتبره زي مهنة الدادة. ودي كانت شغلانة منبوذة في المجتمع في حالة إن اللي بيشتغلها راجل مش واحدة ست. المهم الأهالي كانوا شايفين إدوارد شخص محترم جدا وخجول، وفي نفس الوقت كان بيدرس الحروف للأطفال كويس وبيفضل يلعبهم، والأطفال كانت بتحبه ومتعلقة بيه، وده السبب اللي خلاه يكسب ثقة الناس اللي حواليه فيما بعد. على مدار الوقت بدأ هنري يعمل مشاكل مع والدته بسبب شغلانة أخوه إدوارد، وبدأ يزعق معاها كتير بشكل يومي ويقول لها إن هي اللي دمرت حياته وشخصيته. وأصبح أخوه راجل كبير لكنه بعقله وتفكير طفل صغير، وتفكيره يعني كان محدود ومش نافع في أي شغل، ورايح يشتغل مربي أطفال، ودي مهنة عار عليه ولازم يخرج من اللي هو فيه دلوقتي. طبعا الأم كانت بتهدي الدنيا وتقول له سيب أخوك على راحته طالما هو مرتاح كده، محدش هيجبر إدوارد على حاجة أبدا. هنري لما اتعصب على والدته قدام أخوه كان نسي إدوارد الحب والطفولة والذكريات اللي ما بينهم، وبدأ يكرهه كأنه شخص غريب ومش مصدق إن في حد بيزعق لوالدته قدام عينه. ومن هنا بدأ يشيل الموقف ده جوه نفسه. بعد فترة واحد من الجيران طلب من هنري وإدوارد إنهم يجوا المزرعة عنده علشان يقصوا النباتات ويحرقوها، وهم هناك الحريقة كانت كبرت منهم، وساعتها هرب إدوارد فورا على البيت، والناس اتصلت بالمطافي. ولما أمه سألته عن أخوه هو فين، رد عليها إدوارد وقال لها وهم بيحرقوا النباتات كان أخوه اختفى من جنب منه وما يعرفش هو راح فين أبدا، واعتقد إن هو سابه وروح البيت قبل منه. طبعا الأم اتصلت بالشرطة علشان تقدم بلاغ باختفاء هنري المفاجئ، والشرطة لما راحت علشان تفتش المزرعة هناك عثروا على جثة هنري، ولاحظوا إن فيها آثار ضرب وكدمات. ما كانوش عارفين مين اللي عمل فيه كده، وما كانوش شاكين في إدوارد أبدا، علشان خاطر معروف إن هو شخص جبان ومريض نفسي وعامل زي الأطفال، ويستحيل إنه يعمل كده في أخوه، خصوصا إن هو كان بيحبه. وفي النهاية قفلوا القضية وكتبوا في المحضر إن سبب الوفاة بسبب الدخان بتاع الحريقة. طبعا الأم زعلت على هنري وجات لها جلطة بسبب اللي حصل معاه، وما تبقاش غيرها هي وإدوارد في المزرعة، وبعدها بكام سنة كانت فرقت الحياة.
بعد موتها مباشر ادوارد كان اتدمر نفسيا، ومش مصدق ان امه ماتت، ومش قادر يتخيل الحياة من غيرها. كان شايف ان هي الانسانة الوحيدة اللي بتفهم كلامه وافكاره الداخلية، وبتحس بكل كلمة هو عايز يقولها. وهنا المرض النفسي كان بالغ ذروته عند ادوارد، وحصل له انفصام في الشخصية. المرض ده بيخلي صاحبه يعمل الحاجة وما يفتكرش ان هو عملها اصلا، وعلشان كده لما كان بيقتل الضحايا ما كانش بيفتكر ابدا اي تفاصيل للجريمة. ودلوقتي هنحكي بسرعة عن اللي هو عمله، بس هختصر لك أهم 3 أسباب علشان تبقى فهمت التفاصيل كلها. أولا زي ما قلنا كان مريض نفسي، والسبب التاني إن بعد وفاة والدته بقى المكان كله بمساحته الكبيرة فاضي عليه. ساعتها بدأ يسلي نفسه بقصص الرعب والجريمة، والكتب اللي بتحكي عن التشريح والتعذيب، وحتى كمان الكتب بتاعت السحر وتحضير الجن. وأهم حاجة إن هو كان عايز يشوف والدته، وعلشان هي توفت خلاص ففكر إن هو يسرق جثث الستات من المقابر واللي هم كانوا بيبقوا فيهم شبه منها، وياخد معاه الجثث البيت، ويفضل يبص عليها بالليل لوحده، ويتكلم معاها كأنه قاعد مع والدته بالظبط، أو إنها يعني لسه عايشة. وعلشان خاطر مرحلة التحلل فكان بيقوم بتحنيط الجثث، وكان دايما بيستهدف حالات الوفاة الحديثة، وبيعرف الأخبار بتاعتهم من الجرايد. في نفس الوقت ده كان بيسلخ الوجه علشان يصنع منه قناع، ولما يلبسه قدام المراية يحس إن هو شاف أمه قدام عينه. باقي الجثة كان بيصنع منها تحف وتذكارات فنية، وأوقات يصنع من يعني جلود البشر ملابس وكراسي وأبوجرات وجواكت وحزام وأي حاجة تيجي في باله. وأوقات كان بياكل من لحمها، وصنع أطباق من عظام الجماجم. بعض الرؤوس دفنها على باب الأوضة، ورؤوس تانية علقها على السقف علشان يتفرج عليها بالليل وهو نايم. وبعض الرؤوس حطها في صناديق، ومنها اللي احتفظ بيه في أكياس أو جوه التلاجة. صنع سترة نسائية علشان يحاول إن هو يتحول لأمه أول ما يقف قدام المراية، وقام بتزيين إطار الشبابيك بالألسنة والأصابع والأنوف وغيرها. لما ما كانش بيقدر يجيب جثة يعني شبه والدته، كان بيقتل أي ست يحس إن هي فيها شبه منها. أشهر الضحايا اللي قتلهم واحدة اسمها ماري هوجن، ودي كانت فاتحة حانة أو خمارة على الطريق، والسبب إن هي كانت منحلة وبتساعد على نشر الرذيلة. لكن هو مش فاكر إن هو قتلها أبدا. الشرطة عرفت الكلام ده لما لقيته محتفظ براسها في البيت عنده. وآخر ضحية كانت كشفته هي بيرنيس ووردون، ودي كانت صاحبة متجر عدد وكانت بتبيع مسدسات. أثناء ما هو بيجرب مسدس عندها كان ضربها يعني بطلقة في راسها، وأخد جثتها على البيت عنده، وهناك علقها وقطع راسها، واخد قلبها في طبق علشان ياكله، بس ملحقش يعمل الكلام ده علشان اتقبض عليه. محدش التمحه يوم الجريمة، لكنهم حددوا هويته عن طريق ايصال اشترى بيه من عندها يعني جالون منع للتجمد. كل الحاجات اللي صنعها من الجثث في البيت عنده الشرطة كانت لمتها وقامت بدفنها، وتم تحويله للمحاكمة، واستمرت محاكمته لسنين. وفي الآخر الأطباء قالوا إن هو مريض نفسي. المحاكمة استمرت أكتر من 12 سنة، وفي النهاية أخد البراءة النهائية، وكمل حياته في المصحة النفسية لحد ما فارق الحياة على سن 78 سنة بسبب سرطان في الرئة. الناس كانت طول الوقت بتحبه لأنه كان كويس جدا معاه في المعاملة، وكان شخص أمين وبيحترم كل الناس، وكان بيدرس للأطفال وما أذاش حد فيهم. بعد ما عرفوا إن هو سفاح وإن الجرائم ديت كانت غصبت عنه، والأطباء النفسيين أثبتوا الكلام ده وإن هو كان غير مدرك، كل الناس اللي تعرفه كانت اتعاطفت معاه ومع حالته. ادوارد قال في التحقيق ان هو احيانا كان بيفوق من الغيبوبة ويلاقي نفسه الساعة 3 بالليل في المقابر، ويسأل نفسه ايه اللي جابني هنا، وبعدها كان يروح على طول من غير ما يعمل اي حاجة ابدا. لحد هنا القصة انتهت. ما تنساش تقول لي رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه. اخر حاجة شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك، واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.